تفجيرات في ألمانيا. في الساعة 5:45 انفجار في قلب كولونيا. تعرضت الأبواب والنوافذ لأضرار بالغة. لا حدود لأعضاء المافيا عندما يتعلق الأمر بترهيب الخصوم. يختطفون ويبتزون ويعذبون. إنها عصابة مخدرات متنافسة تنشر الخوف والرعب منذ أشهر. المعركة حول تجارة الكوكايين التي تبلغ المليارات تتفاقم. في ألمانيا تمت مصادرة كميات قياسية مصدرها أمريكا الجنوبية، حيث ينتشر إرهاب عصابات المخدرات في كل مكان. حرب وصلت إلى أوروبا منذ فترة طويلة، وفي هولندا قتل صحفي. السلام عليكم. تخيل معايا واحد المادة صغيرة بيضاء والملمس ديالها ناعم. باش ظهرت أول مرة كانوا كيطلقوا عليها اسم الدواء السحري، واليوم ولات آفة وكتدمر ملايين الناس حول العالم. اليوم غادي نهضروا على قصة الكوكايين، كيفاش بدا وعلاش ولا مشهور وشنو العلاقة ديالو بالمغرب. وديما كيكون واحد السؤال، علاش هاد المادة الصغيرة عندها التأثير الكبير. وبلا ما نطول عليكم اجي نتعرفوا على قصة ظهور الكوكايين لأول مرة الى حد الساعة. وإلا كنتي أول مرة كتشوفني ما تنساش دير واحد اللايك وتشترك في القناة، ويلا فحالنا نبداو على بركة الله. القصة ديالنا بدات في واحد البلاصة بعيدة بزاف. فين؟ في جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. شعوب بحال الإنكا كانوا كيمضغوا أوراق الكوكا اللي هي النبات اللي كيجي منه الكوكايين. كانوا كيستعملوها باش يقاوموا الجوع والتعب والبرد في المرتفعات العالية. ولكن السحر الحقيقي بدا فاش دخلوا الأوروبيين على الخط، وبالتحديد في القرن التاسع عشر. واحد العالم ألماني الله يسمح ليه واللي الاسم ديالو ألبرت نيمان قال مع راسو خليوني نشوف شنو كاين في هاد الأوراق، وفعلا قدر يستخرج منها واحد المادة نقية وسماها الكوكايين. وهنا بدات المشكلة. شوفوا المفاجأة، الكوكايين كان كيتباع قانونيا في الصيدليات، وكانوا كيشوفوه بحال شي دواء سحري. كان كيعالج الاكتئاب والتعب وحتى آلام الأسنان. تصور معايا تكون كتدرك الدرسة وتمشي للصيدلية تقول لهم عطيوني الكوكايين باش نداوي الدرسة ديالي ويعطيوه ليه. كتجيك دابا غريبة، ولكن في ذاك الوقت كانت حاجة عادية. وماشي غير الناس العاديين اللي كانوا كيستعملوه، حتى واحد بحال سيغموند فرويد اللي هو طبيب نفسي مشهور كان كيستعمل الكوكايين وكيشكر فيه، وقال عليه انه راه واحد الدواء دي غير العالم. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tranquilo, plata o plomo. En estos instantes les voy a exhibir el visitar ese país. Además soy un visitante así. وحتى شركة كوكاكولا اللي كلشي كيعرفها كانت كتخلط الكوكايين في المشروب ديالها. ولكن بحال اي حاجه جميله الكوكايين بدا كيبان فيه واحد الجانب مظلم. الناس اللي كانوا كيستعملوه بداو كيتحولوا للمدمنين، وما كيبغيوش يسكتوا، كيبقاو هايجين وما كيبغيش يديهم النعاس. وهنا الحكومات قالوا صافي هادشي خرج على السيطره، وقامت بتحويل الكوكايين من ماده مسموح بها المادة غير قانونية. ويلة جيورغ يوخيم وهو رئيس مكافحة المخدرات في الشرطة الجنائية الألمانية. يجد المحللون هنا أن المخدرات التي تصل إلى ألمانيا أصبحت أكثر نقاء وأقل امتزاجا بمواد أخرى. وهنا ولات عندنا مشكلة جديدة واللي هي العصابات في أمريكا اللاتينية، خصوصا في كولومبيا. العصابات الكبار بحال الكارتيل ديال ميدلين ديال بابلو إسكوبار بدا كينتجوا الكوكايين بكميات خيالية، والفلوس كانت كتجي بالملايير. الشيء اللي خلى بابلو أشخاص اللي كيشبهوا ليه ميتوقفوش على التجارة لأنها كتدر عليهم دخل خيالي ما يمكنلكش تصور. وهنا بدات الانطلاقة الكبرى ديال الكوكايين في العالم. And that's your cocaine paste. Leaves have been cultivated in Bolivia for more than 4,000 years. The Spanish conquistadors tried to coca leaves. Many also smoke, a form of unrefined crack that causes brain damage. The water and make a ball.
Then you go look for a buyer. This is the end product. After 19 hours of back-breaking labor, about 2 kilograms of coca paste. ودابا غادي ندخلوا في واحد الجانب اللي كيمس المغاربه مباشره. واش كنتي عارف ان المغرب هو واحد من اهم نقاط العبور ديال الكوكايين في العالم؟ هاد الماده كتجي من امريكا الجنوبيه وكتدخل عبر الموانئ او حتى عبر الصحراء باش تكمل الطريق ديالها لاوروبا، والسبب بسيط واللي هو في المركز الاول هو الموقع الجغرافي ديالنا، حيث ان المغرب قريب بزاف من اوروبا، وهذا الشيء كيخليه محطه مثاليه للتهريب. السلطات المغربيه ديما كتحارب هاد الشبكات، وكل عام كتحجز آلاف الكيلوغرامات ديال الكوكايين اللي كانت غادي تفلت وتدمر حياة الناس. في العقد الأول من القرن الحالي وضع أباطرة المخدرات في أمريكا اللاتينية القارة الأوروبية هدفا لهم، ما در عليهم أرباحا بعشرات المليارات من الدولارات. في أرضه بأمريكا الجنوبية يساوي الكيلو $1000، أما في أوروبا فيباع ب35,000 يورو، ويتضاعف السعر حال خروج البضاعة من الموانئ وتقسيمها إلى قطع صغيرة. ولكن الاهم من هذا الشيء كامل نتعرفوا شنو كيدير الكوكايين للجسم ديال الانسان ملي كيدخل ليه. واحد السؤال كيتقال بزاف، علاش الكوكايين خطير؟ والجواب بسيط، لانه كيلعب بالدماغ ديال الانسان. في الاول كيعطيك واحد الطاقه وهميه وسعاده كبيره، ولكن من بعد كيبدا الدماغ ديالك كيموت من الداخل وكتحس بالارهاق والاكتئاب، وحتى في بعض الساعات العنف. وبالنسبه للصحه القلب ديالك كيتعرض لضغط كبير، وهذا الشيء يقدر يتسبب في سكته قلبيه. وبلا شك راه سمعتوا شحال من واحد مات بالكوكايين او بالجرعات الزائده ديال الكوكايين. الكوكايين بدا كدواء ولا رمز للغنى والمال، حتى ولا واحد من اخطر المخدرات اللي كتدمر ارواح الملايين. ولكن شنو نقدروا نتعلموا من هذه القصه؟ اولا، اي حاجه كتبان انها سحريه كيكون عندها واحد الجانب مظلم خايب بزاف. وثانيا، المخدرات ماشي كتهدد غير الصحه ديال الفرد، ولكن الصحة ديال المجتمع ككل. وهكا الكوكايين بدا كنبات بسيط وتحول لمشكلة عالمية، وكما كيقول المثل الوقاية خير من العلاج. شاركونا الرأي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تشاركوا في القناة وتخليوا واحد اللايك. أنا طبيب أمارس مهنتي في ضواحي باريس. منذ نحو عام أتعاطى الكوكايين يوميا. يصل الكوكايين حتى باب المنزل في باريس. يكفي بعث رسالة مشفرة إلى أحد البائعين، وبعد ساعة أو أقل يكون الطلب حاضراً. من السهل الحصول عليه، فالتجار كثر على تطبيقات كتلجرام وسيجنال. في بعض الأحيان يقدمون عروضاً، لقاء كل 3 جرامات يعطونك جراما إضافيا.